طيبة كما نشر على صفحتها، فرت من الموت في سوريا إلى الموت في تركيا. حكايتها إن كانت بتطلع تعمل الروتين اليومي: اتقوا سم العين فإن للعين سم يسري في الجسد. إن فرق الإنقاذ بتدور على الأم ومعاها الزوج ومعاها الست بنات. دي اليوتيوبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، طيوبة اليوتيوبر أو طيبة على حسب ما نشر على صفحتها، أم البنات، عندها 6 من البنات. إيه الحكاية؟ بعد زلزال تركيا وسوريا واللي حصل فيه من أحداث دامية وموت عشرات الآلاف وجرح مئات الألوف، ولسه بيدوروا تحت الأنقاض على مين اللي عايش ومين اللي ميت. هذا الزلزال أيها الأحبة من آيات الله تبارك وتعالى، وقد يحدث بسبب فساد البشر ويبقى من آيات الله. فإن الله تبارك وتعالى مثلا يحيي ويميت، فإن جاء واحد من الناس وأمات إنسانا ليس معنى ذلك أنه تعدى الحدود مع قدرة الله. هذا كلام من لا يفهم ومن لا يعقل، إنما هو إذن من الله تبارك وتعالى للابتلاء. المهم اللي حصل، صفحات التواصل والتيك توك وغيرها من الصفحات في الفيسبوك وعلى اليوتيوب، الكل عمال يقول طيوبة اليوتيوبر. إيه الحكاية؟ بحثت عن صفحتها ورأيت بعض الفيديوهات. حكايتها إن كانت بتطلع تعمل الروتين اليومي اللي كل الناس دلوقتي بتحاول تعمله. نحن لا نمانع إن كان الأمر حلال، ولا نمانع إن لم يكن هناك مخالفات، لكن اللي هيتاجر بالجسد وهيتاجر بسوء القول وينشر الفساد نقول له لا، هذه الأمور ستكون عليك عار ووبال في الدنيا والآخرة. خلينا في طيوبة. هي شخصية على ما رأيت بسيطة، كانت بتنشر يومياتها وروتينها اليومي في قلب البيت، يعني كل الناس رأت. وهي من بساطتها ما عندهاش العلم الكافي والفقه، لم تكن تخرج وهي قد حصنت نفسها بأذكار الصباح والمساء مثلا، أو بالأوراد التي تحمي الإنسان من العين ومن الحسد. وأنتم تعلمون أن العين حق. العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. إذا نظر الإنسان إلى الجمل يذبح، وإذا نظر إلى الرجل يموت ويدفن. هكذا نكشف بيوتنا أمام الناس، ولا أحد يدخل ليشاهد فيقول بسم الله ما شاء الله إلا ما رحم ربي. فإن دخل بعض الناس وسام يا سيدي بالعفوية، غيرهم كثير من الملايين سينظر. اتقوا سم العين فإن للعين سم يسري في الجسد. المهم الحاصل إن فرق الإنقاذ بتدور على الأم ومعاها الزوج ومعاها الست بنات، زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي قدامكم على الشاشة. دي اليوتيوبر، وكانت بتعمل اليوميات دي، وولادها زي ولادنا، يعني شيء يحزن القلب ويدمي النفس، يخلي الإنسان ياخد باله، يركز في اللي بيعمله. يبقى رقم 1، تخلوا بالكم وانتوا طالعين على الشاشات وبتعملوا مثل هذه الفيديوهات، يتحصن نفسك انت وعيالك يا ما تطلعهمش في اليوم ده. الأمر الثاني، فكر في المحتوى اللي بتعمله. بين يوم وليلة كله بيتهدم، متحركة الدنيا ما لها من ثبوت. نبني البيوت وحتما ستنهار البيوت، فالكل يفنى فسبحان الذي لا يموت. مين طيوبة؟ اسمها طيبة كما نشر على صفحتها. هي عايشة في تركيا، غربت، طلعت غريبة بسبب هذه الظروف السياسية في هذه البلاد. نسأل الله جل وعلا أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأسأل الله سبحانه أن ينصر أهل الشام وأهل العراق وأهل اليمن وأهل ليبيا وأهل سوريا، وأن يستر أهلنا في تركيا وفي كل بلاد الأمة الإسلامية، ولا نفرق بين العربي والأعجمي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيبة أو طيوبة
عمرها 27 سنة، لسه المستقبل قدامها، الأولاد زي ما انتم شايفين كده صغار. آخر الأخبار اللي وصلت إنهم طلعوا بنت واحدة، ولكن هناك من يقول إن الستة ماتوا، وطيبة اللي عندها 27 سنة ماتت ومعاها الزوج، يعني أسرة كاملة. أنا ليا جار هنا بيقول لي عمي وولاد عمي وزوجته كلهم تحت الأنقاض، قاموا الصبح ما لقوش البيت ولا لقوا الناس اللي فيه، إلى الآن لسه ما طلعوهمش. إنها مأساة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل من مات في الشهداء، وأسأل الله جل وعلا أن يعوض الأحياء، وأسأل الله تبارك وتعالى من كاد للإسلام أو مكر به أن يرنا فيه الآية ولا يرفع له راية. وعلى الأحبة الآن زي ما قلنا للي بيطلع على الشاشات حصن نفسك، حتى وانت داخل أي مجلس وأي مكان قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سيدنا النبي قال اللي بيقولها لا يضره شيء حتى ينصرف من مجلسه هذا. يعني وانت في الفيديوهات وانت على الشاشة قول قبل ما تدخل انت والعيال. الأمر المهم لحبايبي اللي موجودين قدامنا، حضراتكم شفتوا المشاهد، ليه ما بناخدش سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. احنا مش بعيدين على ان يحصل زلزال وتسقط البيوت، ربنا يعافينا واياكم. مش بعيدين على ان يجي لنا واحد ظالم ويشرد الاسر. يعني هذه الاخت الكريمه رحمها الله، اسال الله ان يتقبلها في الشهداء هي وزوجها، وان يجمعها بابنائها في الجنه، فرت من الموت في سوريا الى الموت في تركيا. نفر من قدر الله الى قدر الله. ولذلك من الواجب على الجميع اللي بيسجل في اليوتيوب ولا في الفيسبوك ولا في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أقول له خلي بالك، اختار المحتوى، لأن هو ده هيبقى ميراثك. الناس هتبص أنت كنت بتعمل إيه، فرح شوية ضحك شوية، لكن اللي قدمته إيه، والفلوس اللي جات لك دي جات لك على أساس إيه. على محتوى طيب يبقى طيب، على محتوى آخر نسأل الله العفو والعافية. ودائما وأبدا نجدد النية، أنا أجدد النية وحضرتك كمشاهد، لأن ممكن من خلال مشاهدتك ده حتى اللايك اللي بتعمله، شوف بتعمله على إيه. لو عملته على فيديو فيه محتوى فاسد أو مضل أو محتوى فيه فتنة، فهي بالنسبة لك سيئة جارية، لأن عليك وزرها ووزر من عمل بها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعلى العكس من ذلك، عملت اللايك الإعجاب على فيديو محترم في قال الله قال الرسول، كذلك أيضا صدقة جارية لك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وشيء مهم جدا لازم ناخد بالنا منه، أن نراقب الله في كل كلمة نكتبها. في ناس بتعلق تعليقات تشتم فيها وتسب فيها وتلعن فيها. أنا عارف إن في ناس رافضة، وعارف إن في ناس أصلا من العيال اللي هم بعيدين عن منهج السنة، وعارف مش مشكلة، ده بيزودوا في الحسنات وبيشيلوا من السيئات. لكن عايز أقول للناس المحترمين أمثالكم، شوف أنت بتكتب إيه، اعلم أنك محاسب على ما تكتبه، وكل مدون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وربنا كلامه واضح أحصاه الله ونسوه. أسأل الله جل وعلا أن يرحم طيبة، وأن يغفر لها ويتقبلها في الشهداء، ويرحم زوجها ويغفر له ويتقبله في الشهداء، وأن يجمعهما مع أبنائهم في الجنة. وأسأل الله جل وعلا أن ينصر أهلنا في الشام وفي كل مكان، وانصر يا رب أحبابنا في فلسطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.